دماء على الاسفلت. في اخر الفيلم لما الشخصيه بتاعت حنان شوقي بتنتهي قدام العربيه، بيبان المانيكان اللي بدلها واللي بيعملوا بيه اللقطه بتاعت خبطه العربيه انه مش بس مانيكان، لكن دراعاته بتوعه هو كله بيتفرتك. انترفيو ذا فامباير. في اخر الفيلم هما الاتنين بيضربوا بعض والعربيه ماشيه، بس هنا بيبان السواق اللي لابس اسود في اسود ومستخبي في الضلمه علشان ما يبانش. اللي عارف واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولي على الانستجرام، بيبان دوبلير مصطفى خاطر في المراية بتاعت الموتوسيكل. ده ديد زون. بيضرب نار على كريستوفر ووكن قبل ما الرصاصة بتيجي فيه وبيخر دم. بيبان الكبسولة اللي جوه القميص اللي بتنفجر عشان يبان ان هو اتضرب، ويبان ان هو كأنه اتعور وبيخر دم. حين ميسرة. المشهد ده حسب تسلسل أحداث الفيلم المفروض بيحصل قبل حرب العراق 2003 ب10 سنين على الأقل. بيبان من ورا إن في قلم مكتوب عليه مبرة العصافرة 25 سنة. مبرة العصافرة اتعملت سنة 82 و25 سنة من 82 يعني سنة 2007، السنة اللي اتصور فيها الفيلم سكيري موفي الجزء الرابع. وبمناسبة الأحداث بتاعت اليومين دول، حد خد باله من الخطأ. سايمون ريكس في اللقطة دي بيبقى لابس جاكيت خضرا، في اللقطة اللي بعدها على طول من فوق بيبان ان هو لابس القميص بس. خلي الدماغ صاحي. مصطفى شعبان وهو بيعدي جوه المحل، سامي العدل بيبقى واقف في النص، فبيبان ان مصطفى شعبان بيتفادى سامي العدل وبيحرك دراعه عشان يعرف يعدي، مع انه كان لسه ما اظهرلوش نفسه. سبيس كاوبويز. المفروض ان هما بيعملوا كشوفات وتحليلات، بس بيبان ان السرنجة اللي محطوطة في دراعه بتسحب سائل احمر من انبوبة مستخبي ورا دراعه. اتش دبور واللي خد باله من الخطأ ده وبعتهولي. لما احمد مكي بيخش نادي الفيديو، بيبان من ضمن افيشات الافلام افيش فيلم جواز بقرار جمهوري وعليه حسن حسني اللي هو المفروض له دور في نفس الفيلم. The Sum of All Fears. الموكب الرئيسي وهو ماشي. اول حاجة ان الموتوسيكلات اقل بكتير من اللي المفروض يكون موجود، وعدد العربيات كمان. بس مش دي بس المشكلة ان الطريق اللي هو ماشي فيه مش هو بس اللي بيتقفل، المفروض ان كل الكباري اللي حواليه هي كمان تبقى مقفولة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.